توقعاتي اليوم عن أهم مباريات يوم السبت والأحد للدوريات الخمس الكبرى. اشتاقيت لكم. شلونكم ويا الاحتفالات بفوز المنتخب العراقي؟ يا رب دومها أفراح. خلينا نبلش بالحلقة. أول مباراة، أتلتيكو مدريد ضد برشلونة. طبعاً مواجهة صعبة جداً على برشلونة، خصوصاً اللاعب راح يكون بملعب أتلتيكو، وتوقعي فوز أو تعادل لبرشلونة، بس بصراحة أشوفها أقرب للتعادل. المباراة يوم السبت الساعة 10 بالليل. نجي للمباراة الثانية، ريال مدريد ضد ريال مايوركا. برأيي ريال راح ياخذ ال3 نقاط بكل راحة، ومايوركا حالياً يمر بأسوأ فتراته، فأتوقع فوز منطقي لريال مدريد. المباراة الثالثة، ريال بيتيز ضد إسبانيول. أتوقع تعادل. وأيضاً ريال سوسيداد ضد ليفانتي. أتوقع فوز سوسيداد. نجي ليوم الأحد، ختافي ضد أتلتيك بلباو. أتوقع تعادل عادل للفريقين. فالنسيا ضد سيلتا فيغو. أتوقع فوز أو تعادل سيلتا. وأخيراً ريال أوفيدو ضد إشبيليا. أتوقع فوز أو تعادل أوفيدو. نجي الآن على الدوري الألماني. أني متابعة جيدة جداً لدوريات الخمس الكبرى في أوروبا. المباراتين الأبرز في الدوري الألماني أكيد بايرن ضد فرايبورغ، فوز أو تعادل بايرن، وأيضاً بروسيا ضد شتوتغارت، فوز أو تعادل بروسيا. وباقي توقعات حتشوفوها بالشاشة قدامكم. هسا كاس الاتحاد الإنجليزي، اللعبة الأولى مان سيتي ضد ليفربول، وأتوقعها فوز مان سيتي. المباراة الثانية تشيلسي ضد بورتفيلد، وأكيد أتوقعها فوز تشيلسي. والمباراة الأخيرة ساوثهامبتون ضد أرسنال، وأتوقعها فوز أرسنال. نجي على الدوري الإيطالي، عندنا لاتسيو ضد بارما، وأتوقع فوز أو تعادل لاتسيو. والدوري الفرنسي ليل ضد لانس، وأتوقعها فوز أو تعادل لانس. أني أشوف برأيي أقوى مباريات حتكون يوم السبت، وإن شاء الله راح أنزل لكم توقعاتي لدوري أبطال أوروبا. أكيد يهمني تفاعلكم وتعليقاتكم حتى أغير أو أطور من نفسي، وبنفس الوقت محتاجة دعمكم حتى أستمر هنا. شاركوا دائماً بالمسابقات اللي تصير بالقناة، وكتبوا إلي توقعاتكم لمباراة برشلونة وأيضاً مباراة ريال مدريد، وكتبوا لي شنو السلبيات أو الإيجابيات اللي لاحظتوها بالفيديو. يهمني رأيكم، ورح أجاوبكم على كل تعليق هنا. تحبون هيك نوعية من التوقعات أو الفيديوهات، أو تحبون فيديوهات تحليلية للمباريات، أو تحبون اثنينهم سوا؟ شكراً للناس اللي تحاول تدعمني وتشجعني. ولهنا تنتهي حلقتي المتواضعة وبسيطة، وشكراً لكل شخص وصل إلى النهاية وياي وتابع الفيديو. تحياتي للجميع، ونلتقي بحلقة جديدة إن شاء الله.